تخيل معايا لو موزان كان هو اخو نيزوكو وقرر يكون هو صياد الشياطين وينضم لكتيبة صياد الشياطين. ده تقريبا اللي تخيله مؤلف الانمي اللي انا هكلمك عنه ده. انمي لسه نازل جديد اسمه سورد اوف ذا ديمون هانتر. الانمي لسه نازل جديد ومكسر الدنيا وعامل ترند. الانمي بيتكلم عن شاب واخته هربوا من اهلهم لان هو اخته اتحولت شيطان وهي صغيره، وبيعيشوا في ضريح. الضريح ده بيكون له قوانين وبيعاملوه فعلا كانه واحد منهم، ولما بيكبر بيكون هو حامل الضريح وحامل الاميره بتاعه الضريح دي، واخته بتفضل بحجمها الصغير كشيطانه لان هي اتحولت لشيطان، وبيعيشوا معاهم برضه في سلام مفيش اي مشكله. الضريح بيحمي الاميره لان في اسطوره عندهم بتقول ان الشيطان بيعيش 1000 سنه، بس لو كل قلب الاميره العذراء ممكن يعيش للابد. فمطلوب ان صياد الشياطين ده هو اللي يحمي الاميره ويحمي الضريح ده، وبالفعل ده اللي بيتم. بس بيحصل قصه رومانسيه بين البطل بتاعنا والاميره بتاعه الضريح، كأي فيلم عربي قديم. بيجبرها ان هي طبعا تتجوز اللي هو القريب عشان يحافظوا على السلالة والندرة والكلام ده كله، وبالفعل بتوافق في مشهد غريب ان هي هتتجوز شخص تاني وهو برضه هيفضل يحميه. الموضوع كله بيبقى طبيعي وفي من ديمون سلاير كتير، بس فجأة بيتحول الموضوع لما اخته بتعرف كده من شيطان عندها قوة استبصار، تقدر تشوف المستقبل، وعرفت ان بعد 120 سنة هيجي شيطان هيحكم الشياطين كلهم اللي في العالم ويقدر ينقذهم في الارض. وده فعلا اللي بيتم لما بتقنعها ان اخوها اتخان وان حبيبته هتتجوز شخص تاني مش مخلصة ليه، فبيحولها من شخصية نيزوكو الكيوت يخليها تقول لا انت مش نيزوكو اللي احنا نعرفها. تبدأ بقى القصة من هنا، من بداية هجوم الشياطين على المكان ده وبداية تصدي اخوها للشياطين دي. الانمي فيه تحولات كتير. الحلقة الاولى 50 دقيقة، حلقة قوية فيها احداث كتيرة ومتنوعة. الانمي فعلا نسخة من ديمون سلاير. لو انت كمان شفت قول لي رايك في الكومنتات. حاول تقارنه بديمون سلاير واستمتع بيه.